هنعمل النهاردة حواوشي اسكندراني من الألف للياء، إنما إيه أيوه يا جدعان على الحلاوة. يلا بينا نخش على الطريقة. عندي نص كوباية من المية الدافية، هحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وهقلبهم كويس واسيبهم على جنب يتفاعلوا. المية تكون دافية بس مش سخنة، عشان السخنة هتموت الخميرة وتخليها ما تقومش معايا ولا تخمر العجين. عندي بقى 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم كويس عشان الملح يخش في الدقيق كله ويتجانس مع بعضه. عندي كوباية من الزبادي اللي هي 170 جرام، ونص كوباية من زيت الزيتون او الزيت النباتي العادي. هقلبهم كده مع بعض كويس، وهجيب بقى الخميرة بتاعتي واحطها عليهم. انا محتاجتش اي مية تانية، دي بس اللي انا استخدمتها. هنعجن بقى كده مع بعض المكونات كويس لحد ما العجينة معايا تلم. عجينة طرية ملساء مش بتلزق. هنزلها بقى كده على الرخامة، وابدأ ان انا اعجن فيها كويس. نجاح اي عجينة معاكي في العجن تعجنيه فيها كتير، مدة ما تقلش عن 10 دقايق. المفرش كان تحته مية عمال يلم معايا، شايفة العجينة عاملة زي الملبن، طرية ومش بتلزق. عايزة العجينة تبقى متماسكة معاكي شوية، وتقدري تزودي ربع كوباية دقيق او نص كوباية دقيق تدريجيا لحد ما العجينة تمسك معاكي، لو انت مش حابة العجينة انها تبقى طرية. بس انا بحبها كده طرية لانها بتطلع معايا الحواوشي طري، مش بتطلعه ناشف. هغطيها بقى كده واسيبها تخمر نص ساعة، واجهز بقى اللحمة المفرومة. عندي بصلاية وفلفلاية حمراء الوان وفلفلاية خضراء. مفيش الوان عادي، المهم يبقى فلفل رومي وتبشريه. هبشر البصل على الناعم كده. لو عندك الكبة عادي مفيش مشكلة، تقدري تستخدميها عادي. وهبشر الفلفل. تقدري تضربي كله في الكبة مفيش مشكلة، كده كده احنا عايزينه مبشور مش عايزينه متقطع مكعبات صغيرة. هنا خلاص كله اتبشر معايا تمام. هبدأ ان انا اعصره من المية بتاعه، انا مش عايزة فيه مية عشان المية ما تصرش على العجين وتخلي العيش معايا طري او معجن. هصفيه من المية بتاعته كلها تماما. عندي حوالي 400 جرام من اللحمة المفرومة. احط بقى عليها الخليط اللي انا عصرته ده كويس. والتوابل بتاعتي بقى حطيت ملح وفلفل وبهارات ورشة من القرفة والحبهان المطحون. لو عندك بهارات الحواوشي تقدري تحطيها. كان عندي بقى حتة ليا كده حطيتها بشرتها عليها، بتديها طعم الضاني. ونعجن بقى كل ده كويس مع بعض. العجن فيها مهم جدا، مش ان انت تمزجي المكونات وبس، لا تفضلي تعجني فيها لحد ما العجينة اللحمة معاكي تبقى فيها عرق وفيها خيوط. شايفة بقت عاملة ازاي؟ ما بقتش كل حاجة لوحدها، بقت كلها ممتزجة مع بعض. دي خطوة مهمة جدا في اللحمة. عندي هنا العجينة بتاعتي خمرت جميلة جدا وطرية، حقيقي حقيقي ملبن. هبدأ ان انا اشكلها كور. وتخلي بالك وانت بتشكلي ان انت هتعملي طبقتين، طبقة تحت هتحطي عليها اللحمة، وهتحطي تبططي طبقة تانية وتحطيها فوق عليها عشان تقفليها. فما تعمليش العجينة كبيرة عشان الحواوشي معاكي ما يطلعش حجمه كبير. هخلص بقى الكمية بتاعتي كده كلها، وهغطيها واسيبها تخمر تاني ربع ساعة. وهبدأ بقى ان انا اشكل بقى، ابدأ اشكل العجين دواير. باول حاجة كنت قرصتها هتتفرد معاكي بسهولة جدا، لانها طرية ولا محتاجة نشابة ولا محتاجة اي حاجة. العجينة طرية جدا وجميلة وملساء. هتفرديها بالحجم اللي انت عايزاه، وهتبدأي بقى تحطي اللحمة من الاطراف لحد النص. هنا عملت الطبقة التانية علشان احطهم على بعض على طول اول ما اخلصها.
حطي بقى اللحمة، حطي اللحمة من الأطراف كلها، لأن طبيعي اللحمة بتكش شوية في السوا، فانت هاتيها من الطرف خالص بره عشان الأطراف تبقى عليها موجود فيها لحمة، عشان ما حدش يسيب الأطراف عشان حرام. بس كده تمام، حطيت الكمية المظبوطة وحطيت عليها بقى اللحمة العجينة الطبقة التانية. قفليها بقى كده كويس واعمليها بقى بشكل كده من بره، هوريكي كذا شكل تعمليها بيها. انا بقفلها بقى بالطريقة دي، بتطلع شكل زي الزجزاج كده، بتبقى شكلها جميلة. وبس خلاص، هدهن بقى الوش بتاعها بصفار بيض، رش عليه رشة ملح وفلفل اسود عشان يديها اللون الذهبي الغامق الجميل ده. بس كده هرش عليها بقى حبة البركة، عايزة ترش عليها حبة البركة ترش عليها سمسم، الموجود عندك زي ما تحبي ترشيه. انا رشيت عليها حبة البركة. بس هنا بقى عملت واحدة تانية بشكل تاني، عملتها نص، مش عملتها دايرة كاملة، حطيت اللحمة في نص العجينة بس بالشكل دوت، وقفلت عليها كده زي الساندوتش، وقفلت بقى الأطراف بشوكة، ضغطت بالشوكة كده على الأطراف، ما عملتهاش بالطريقة التانية، ودي طريقة برضو سهلة وبسيطة. وطبعا حشيت بقى عندي اللي ما بيحبش اللحمة، حشيتها له جبنة رومي على بيبروني على اي حاجة بقى موجودة عندك، بقى عندك جبنة بيضة، عندك لانشون، اي حاجة تحبي تحطيها فيها حطيها، بتطلع طعمها جميلة جدا. بس بقى ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180، قعدت حوالي 20 دقيقة. على ما هي في الفرن بقى ما تخلص، عملت الطحينة. اخر حتة بقى في برطمان الطحينة حوالي ربع كوباية كده، بشرت عليها فص توم، وحطيت عليها معلقة خل، وحطيت عليها كوباية زبادي، وقلبت بقى كويس، فضلت اقلب فيها، حسيت انها لسه فيها كلاكيع كده، عشان طبعا انتوا عارفين اخر البرطمان بيبقى ناشف شوية. عملتها بالمعلقة ورشيت عليها ملح وفلفل، وحطيت على وشها في الاخر ايه، زيت زيتون، بقت جميلة معايا. طبعا الحواوشي اساسي معاه طحينة مع المخلل. شوفوا هنا بقى بعد ما طلع، ما شاء الله جميلة، والعجينة بتاعتها رهيبة وطرية جدا، ولا بتنشف ولا اي حاجة. بيتيها لتاني يوم، اعمليها سندوتشات للمدرسة، وحشيها جبن وعينيها، لا عجينة بتنشف ولا بتفرول ولا اي حاجة. سخنة طبعا مولعة، انا مش عارفة، انا ما عنديش صبر خالص. انا بعد ما هدت شوية، شايفة عاملة ازاي، رهيبة، والله لازم تجربوها. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس وتقولي لي رأيك في الوصفة، وتقولي بتشوفينا منين. دي اللي بتجيبنا معايا جميلة. وبس خلاص.